بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن مباراة الأهلي وسموحة اللي انتهت بالتعادل السلبي 0-0. مباراة يعني كان المباراة متوسطة. أداء النادي الأهلي في النازل سيء جدا النهارده، خصوصا الأداء الهجومي. يمكن النادي الأهلي متماسك دفاعيا، إن الفرق اللي بتلاعب النادي الأهلي ما بتهاجمش الأهلي بقوة. فالاهلي دفاعيا كويس، ما فيش حاجه خطر عليه، لكن الاداء الهجومي للنادي الاهلي ضعيف جدا النهارده. تخيلوا النادي الاهلي المباراه 90 دقيقه او غير الوقت الضايع في الشوط الاول والشوط الثاني، يعني حوالي 100 دقيقه في المباراه. الاهلي ما وصلش لمرمى سموحه بهجمات خطيره، ولا في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني، كلها تسديدات من خارج منطقه الجزاء، كور عرضيه مقطوعه. النهارده غاب عن النادي الاهلي الانسجام، ان في تغييرات كتيره كل مباراه. كولر بيغير كتير جدا في التشكيل، فالانسجام ما بين اللعيبه والتفاهم غاب النهارده. يعني شفنا النهارده تغييرات عن مباراه الاهلي وميدياما. اليو ديانج قعد، انا حتى امبارح قلت لكم ان اليو ديانج هيبقى فيه، كولر بيعمل دايما روتيشن وتغييرات كتير. علي معلول طبعا عودته النهارده، شفنا ياسر ابراهيم على الدكه وحط مكانه رامي ربيعه، شفنا محمد هاني على الدكه وحط مكانه اكرم توفيق. حتى النادي الاهلي النهارده، يعني انا بقول ان هو افتقد بشده غياب كهربا اللي موقوف طبعا محليا في الدوري، ما بيلعبش مع الاهلي محليا، وغياب بيرسي تاو. ان هما الاثنين دول اللعيبه اللي عندهم حلول هجوميه. صلاح محسن برضو لسه يعني مش قادر يثبت نفسه في خط هجوم النادي الاهلي. الاهلي حتى النهارده كولر كان بيلعب بشكل هجومي، يعني حاطط واحد بس في نص الملعب اللي هو مروان عطيه، وقدامه قفشه وامام عاشور، الاثنين التمانيات اللي بيهاجموا، حاطط حسين الشحات وكريم فؤاد على الاطراف. لكن ما قدروش يعملوا التفوق الهجومي او الخطوره للنادي الاهلي طوال ال 90 دقيقه. ان زي ما قلت لكم في اثنين لعيبه النهارده حسينا بيهم بشكل كبير جدا، حسين الشحات وبيرسي تاو. الاثنين دول لعيبه، لا سوري، بيرسي تاو وكهربا في خط هجوم النادي الاهلي. حسين الشحات طبعا كان بيلعب ناحيه اليمين. فبيرسي تاو وكهربا النهارده غيابهم كان مؤثر جدا. الاثنين دول عندهم قدرات في التلت الهجومي بالنسبه للنادي الاهلي، بيعرفوا يرقصوا، عندهم المهاره عاليه. كهربا بيعرف يخطف يجيب جون، نفس القصه بيرسي تاو. خفاف، عندهم مرونه ورشاقه، حريفه جوه ال 18، عندهم حلول. فالنهارده النادي الاهلي كان بيلعب بدون حلول. كمان مش عايز اغفل دور الكابتن احمد سامي ونادي سموحه اللي عملوا النهارده جيم دفاعي مميز جدا. ويمكن كمان في الشوط الاول النهارده نادي سموحه ضغط على النادي الاهلي كويس جدا من قدام، من عند خط دفاع النادي الاهلي. يعني كان في حسين فيصل وفي احمد خالد وكمان حسام حسن مهاجم نادي سموحه، كانوا عاملين ضغط دفاعي على النادي الاهلي من عند خط دفاع النادي الاهلي، فما كانوش عارفين يخرجوا الكوره. النادي الاهلي يخرج الكوره بشكل مظبوط، او بناء الهجمه يتم بشكل مظبوط في النادي الاهلي، وده اللي خلى فيه كور طويله كتير للنادي الاهلي، وكان كلها مقطوعه من نصيب دفاع نادي سموحه، احمد حكم والهاني سليمان حارس المرمى. النهارده نادي سموحه كمان قدر يعني يكون منظم جدا في نص ملعبه. يمكن ما قدرش يعمل الهجمه المرتده اللي مميز بيها دايما نادي سموحه، والكابتن احمد سامي بيعملها بشكل كويس. يعني النهارده كان حسام حسن وحسين فيصل واحمد خالد في لعيبه الخط الهجومي، معاهم اسلام جابر في نص الملعب، ما قدروش يعملوا الهجمات المرتده، رغم ان كان في مساحات كبيره جدا في خط دفاع النادي الاهلي خصوصا في الشوط الثاني. ولكن نادي سموحه ما نجحش، كل الكور كانت طويله. كمان كولر النهارده اتاخر جدا جدا في التغييرات، يعني كان معاه على الدكه احمد عبد القادر، احد الحلول اللي يقدر يعني يشتغل بيها في الناحيه الهجوميه. فضل كولر مستني للدقيقه 80 عشان يعمل التغيير. هو عمل تغييرتين النهارده، نزل احمد عبد القادر خلاه تحت الفرود من ناحيه الشمال، ونزل محمد زعلوك الشاب الصغير اللي مواليد 2005، ان برضه لسه يعني موقف صعب عليه النهارده، وخبراته لسه يعني ما تقدرش تشيل النادي الاهلي في الفتره الحاليه. لكن لعيب كويس ولعيب مبشر، وبرضه كويس ان كولر بيديله الفرصه في الماتشات مع الفريق الاول في النادي الاهلي. وطبعا ده بسبب غياب اللعيبه المهاجمين على النادي الاهلي. كهربا مش موجود، حتى موديست اللي احنا ممكن نقول ان هو يعني يبقى حتى موجود جوه ال 18 رغم انه مش ايجابي، لكن النهارده برده كان مصاب، فما كانش فيه حلول هجوميه النهارده في النادي الاهلي. حتى الاثنين لعيبه المميزين بتوع النادي الاهلي امام عاشور وقفشه، النهارده كان فيه ميس باص كتير جدا، وكانت الكره بتتقطع كتير جدا من امام عاشور النهارده،
ولاعيبه نادي سموحه وكابتن احمد سامي كانوا اذكياء جدا ان ما ادوش مساحات خالص، ولا الامام عاشور اللي هو بيخترق من تحت او بيسدد، ونفس القصه لمحمد مجدي قفشه. يعني النهارده كابتن احمد سامي نجح ان هو يوقف مفاتيح لعب النادي الاهلي. مفاتيح لعب النادي الاهلي في غياب بيرسي تاو وغياب كهربا هم اتنين، قفشه وامام عاشور. فالنهارده كابتن احمد سامي قفل عليهم نص الملعب كويس جدا، ضغط كويس جدا زي ما قلت، ما قدروش يستلموا الكوره باريحيه. نفس القصه علي معلول طبعا من الاوراق الرابحه المهمه جدا للنادي الاهلي، بس علي معلول كان بقاله فتره غايب بسبب الاصابه. النهارده اول مباراه بعد عودته برضه علي معلول مش في مستواه، وكان برضه كابتن احمد سامي عمل جيم دفاعي كويس جدا وقفل الاطراف على النادي الاهلي. ما حسيناش بخطوره علي معلول، ما حسيناش بخطوره اكرم توفيق. فيعني عايز اقول في نهايه النهارده كابتن احمد سامي نجح انه ياخد نقطه مستحقه من النادي الاهلي في القاهره في ملعب نادي المقاولين العرب اللي هو ملعب النادي الاهلي طبعا مؤقتا لحين انتهاء الصيانه والاصلاحات في استاد القاهره. فنقطه مستحقه لنادي سموحه، وفي لغز وعلامه استفهام في النادي الاهلي ان من مباراه لمباراه الاداء في النازل. يعني النهارده يعتبر كمان أسوأ من الاداء في مباراه الجونه. يعني مباراه الجونه النادي الاهلي كان في الشوط الثاني كان مميز ووصل للجون كتير وقدر يتعادل مع الجونه في مباراه الجونه اللي فاتت اللي كانت مؤجله في الدوري. لكن النهارده لا، الاداء سيء جدا. الاهلي خلال 90 دقيقه او 100 دقيقه بالوقت الضايع ما قدرش يضيع او يوصل بفرص مؤكده او فرص خطيره على مرمى الهاني سليمان. كهربا وبيرسي تاو مهمين جدا جدا للنادي الاهلي في الفتره الحاليه، يمكن هم الاوراق او العناصر الوحيده اللي تقدر تعمل الفارق مع النادي الاهلي. وشفنا طبعا تاثيرهم في المباراه اللي فاتت في مباراه ميدياما الغاني. لكن الاهلي بيفقد النهارده نقطتين. سموحه يستحق النقطه، عمل جيم دفاعي كويس جدا، لكن زي ما قلت ما قدرش نادي سموحه النهارده يستغل المساحات في دفاع النادي الاهلي من خلال الهجمات المرتده. حتى لما كابتن احمد سامي عمل التغييرات ونزل اللاعب المغربي الحسن دحدوح ونزل مصطفى البدري، ما قدروش يعملوا برضو الفارق الهجومي لنادي سموحه. كان الكره كلها مقطوعه، وبدا نادي سموحه في اخر 10 دقائق ربع ساعه في المباراه يلعب كور طويله ويقف ورا يتكتل قدام منطقه جزائه عشان يستنى هجمات النادي الاهلي. ولكن التكتل بتاع نادي سموحه في خط الظهر وعند منطقه الجزاء بوظ كل هجمات النادي الاهلي. الاهلي مستواه في النازل، من مباراه لاخرى المستوى بينزل. لكن النهارده نقطه ثمينه جدا لنادي سموحه، والضياع النقاط من النادي الاهلي هيخلي المنافسه قويه جدا في الدوري المصري. طبعا بيراميدز النهارده كسب النادي الاسماعيلي، وكان الاسماعيلي عمل جيم كويس، هيخلي الزمالك كمان وفيوتشر الامور قريبه. ان الاهلي بيفقد النهارده النقطه الرابعه ليه في الدوري المصري بعد 6 ماتشات لعبهم النادي الاهلي في بطوله الدوري. مبروك لسموحه وهارد لك للنادي الاهلي، ولكن الاهلي يعني محتاج مهاجم في شهر يناير باي طريقه، ان طبعا الوضع ده صعب بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره الحاليه. بشكركم ونتقابل قريب ان شاء الله.